to be thankful for. اهلا بيكم، معاكم فاروق وفيديو جديد على توب 5. النهارده اخترنا لكم احسن 5 افلام لسه نازلين الفتره اللي فاتت ويستحقوا فعلا المشاهده. ولو اول مره تشوفنا ما تنساش تفعل الجرس وتشترك في القناه وتستنى كل جديد. ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. في المركز الخامس اخترنا الفيلم اللي نزل من اول السنه الاعلان بتاعه وكان مميز جدا جدا. هو فيلم الانيميشن ميجريشن، الفيلم اللي بيحكي على عيلة من البط عايشة في غابة في نيو انجلاند. العيلة دي مكونة من الأب الروتيني القلق جدا ماك، والأم المرحة المغامرة جدا جدا بام، والابن داكسي، والبنت البريئة جدا جوين. ماك الروتيني ما بيشجعش عيلته على أي مغامرة بره المنطقة اللي هم عايشين فيها بحجة دايما إنه بيخاف عليهم، لكن واضح إن شخصيته كده. لكن مراته بام خلاص بقى جابت آخرها من العيشة دي، واعتبرت بقى انهم لما قابلوا سرب بط كان مهاجر لجامايكا ان دي علامة انهم لازم يروحوا معاهم ويجربوا بقى مغامرة جديدة. يا ترى بقى الاخ ماك هيعمل ايه في دماغ بام اللي قفلت خلاص؟ مغامرة يعني مغامرة، وايه اللي هيحصل لهم؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده. Exactly what I promised. What is that? Chocolat rouge. What's chocolat rouge? It's you with l'orange on top. Can we land? You're old enough to do it in the sky now. We have a number 2 situation. Oh. But it's gross. Every bird does it in the sky. What if someone is looking down there? No one is looking down there. I told you we are not landing. There is no way we're landing. Are you sure no one's watching? When, Mallard? Do it now, or we leave without you. Okay, okay. في المركز الرابع اخترنا فيلم من نوعية افلام السلاشر هيرو، وهو فيلم ثانكس جيفينج. الفيلم اللي بتدور احداثه في مدينة بيلوموس في يوم البلاك فرايداي، ودي المدينة اصلا اللي اخترعت فكرة البيع والعروض في اليوم ده. اللي طلع في اليوم ده هو نفسه يوم عيد الشكر، والمعروف ان مفيش بيع ولا شراء يوم عيد الشكر في امريكا. لكن صاحب مول رايت مارت بقى قرر انه يكسر القواعد دي عشان ما يعديش اليوم والمبيعات دي كلها تروح عليه. وده اللي خلى الناس تقف طوابير قدام المول في اليوم ده عشان عايزة تدخل. واللي بعد ما فعلا كسروا الباب ودخلوا من كتر الزحمة الموضوع قلب بقى كارثة كبيرة جدا. الكارثة دي اتسببت في موت ناس كتير جدا عشان يتولد في اليوم ده واحد يقرر ان الذكرى الجاية مش هتعدي كده بالساهل على الناس اللي اتسببت في المجزرة دي. يا ترى بقى مين ده وهيعمل ايه؟ كل ده هتشوف في احداث الفيلم. Goes, the more twisted it gets. Every weapon he's using is straight off a Thanksgiving table. I don't want to spend my life looking over my shoulder. We need to stop him. في المركز الثالث اخترنا معانا النهاردة فيلم ميسنج. هو الصراحة مش فيلم جديد بس من انتاج السنة دي، بس بعد ما اتفرجت عليه وعجبني جدا قلت لازم ارشحه ليكم. هو الفيلم اللي بيحكي عن البنت الشابة اللي عندها 18 سنة جون، اللي عايشة مع مامتها جريس، وهما الاتنين عايشين في لوس انجلوس. بالرغم من انهم قريبين جدا من بعض زي الاصحاب، لكن جون دايما بتتضايق من ان مامتها دايما بتحاول تفرض عليها ازاي تعيش حياتها. وده اللي خلى جريس تروح تقضي اجازتها مع كيفن صاحبها في كولومبيا لوحدهم. ولما جه ميعاد رجوعهم قررت جون انها تروح تستناهم في المطار. وهنا بقى كان بداية الفيلم لما وصل كل الركاب ما عدا هما الاتنين، والفندق اكد ان شنطهم لسه هنا. وده اللي خلاها تروح تبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي في كولومبيا اللي ما قدرش يوصل لحاجة. وده اللي خلاها بعد فترة تقرر انها لازم تدور عليهم بنفسها وبطريقة خاصة جدا. يا ترى بقى ايه اللي حصل لهم وهتعرف تجيبهم ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الممتع جدا ده. Dirty footage.
cleaning senora says she sees 2 American tourists at the hardware store. What did he buy? Just this. You think he did something to her? You're going through Kevin's email? You need to let the police handle this. I tried, but we're running out of time. Who are these people? This woman calls him Darren. You weren't gonna tell me my mom was dating a felon? You need to trust me on this. Shocking new footage has leaked online. I have some questions regarding something we're looking into. Has your mom ever gone by any of their names? What? The strangest case I've ever seen. There may be more than meets the eye. There are some legit questions. Hey, Junebug. There's actually a lot I want to talk with you about. Oh my god, someone's here. في المركز التاني معانا واحد من أجمل الأفلام اللي لسه نازلة جديد، واللي تقييمه كمان ظلمه جدا، بالرغم من إنه كفكرة وكفيلم أعلى كتير جدا من التقييم اللي هو واخده. بس الصراحة كل أفلام نتفليكس بتكون هي تقييماتها كده. الفيلم اللي معانا النهاردة هو فيلم ليف ذا وورلد بيهايند، الفيلم اللي بيحكي عن أماندا وجوزها كلاي اللي بيقرروا يأجروا فيلا فخمة عشان يقضوا فيها أجازة الويك إند مع أولادهم. بس للأسف الأجازة اللي كانوا مستنيينها في الفيلا الفخمة دي بتتحول من أول يوم لكابوس رهيب لما بيدخل ويتدخل في الأسرة 2 غراب جدا، واحد اسمه GH وبنته اسمها روز، اللي بيدعوا إنه فيه هجوم إلكتروني غامض وإنهم أصحاب البيت ده. يا ترى بقى إيه حكايتهم وإيه حكاية الهجوم الإلكتروني ده وإيه اللي هيحصل للعيلة الطيبة دي؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. Trust them. Everything I know, I have told you. I don't believe you. I would do anything to protect my family. What you do is your business. Get in the car right now! Haven't you been picking up on what's going on out there? Whatever it is, it's happening to all of us. I just want to know what is the truth. في المركز الأول اخترنا واحد من أجمل الأفلام اللي لسه نازلة الفترة اللي فاتت، واللي كانت كل الآراء عنها من أول لما نزل آراء قوية جدا بتقول إنه فيلم مميز جدا، وهو الفيلم الياباني جودزيلا ماينس 1 اللي ناس كتير جدا قالوا عنه إن من أحسن أفلام الجودزيلا اللي اتعملت في السينما. وبالرغم إن ميزانية الفيلم ده كلها كانت 15 مليون دولار، إلا إنه لحد دلوقتي قدر يحقق إيرادات عدت ال 300 مليون دولار. وبتدور أحداث الفيلم بقى سنة 1945 في اليابان مع الحرب العالمية التانية خلاص بتخلص، وبيحكي الفيلم عن طيار ياباني هبط بطيارته جوه قاعدة بحجة إنه عنده عطل في الطيارة بتاعته، لكن تقريبا ما كانش عنده عطل ولا حاجة، ده كان بيهرب من الحرب. بعد ما هاجمت الطيارة بتاعته جودزيلا شبه الديناصورات واللي ما قدرش يتعامل معاها واغمى عليه وقتها، وده اللي خلاه بعد كده يسيب سلاح الطيران ويروح سلاح تاني. واللي بعد سنتين بترجع تاني جودزيلا العملاقة دي في الظهور، بس تقريبا بقى التجارب النووية الأمريكية حولتها لوحش هيدمر الكل كله. يا ترى بقى ايه حكايتها وايه اللي هيحصل؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده اللي يستحقه بكل جدارة يكون هو الأول معانا النهاردة. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.